حاجه وبيشتمنا. قليل الادب محمد فؤاد قدامه بيشتمنا. لازم اعرف مين ده. خناقة وبلطجة في مستشفى عين شمس التخصصي. محمد فؤاد يتعدى على دكتور جوه غرفة الطوارئ بمستشفى عين شمس التخصصي وسب الطبيب لمحمد فؤاد، وأول قرار رسمي من نيابة ضد محمد فؤاد وبيان وزير الصحة. من ساعات تصدر الفنان محمد فؤاد الترند بعد تداول فيديو مشاجرة بين محمد فؤاد وطبيب المستشفى أدى إلى الضرب وتكسير أدوات المستشفى عين شمس. الموضوع ابتدى لما توجه الفنان محمد فؤاد لمستشفى عين شمس التخصصي ومعاه أخوه عبد العزيز فؤاد وعنده جلطة. الدكتور اتأخر عليهم شوية، والكلام ده نقلا عن لسان مدير أعمال الفنان محمد فؤاد. أول ما وصل محمد فؤاد الطوارئ الدكتور بصلهم بصة مش لائقة. بعد سؤاله عن حالة المريض محمد فؤاد قال للدكتور: انت هتعمل ايه في اخويا؟ رد الدكتور وقال: هاتوا الامن وخرجوا البني ادم ده بره. ومن هنا محمد فؤاد ما قدرش يمسك اعصابه ونزل ضرب في الدكتور، وجت المشادة اللي ادت لخناقة كبيرة بين الطرفين وتعدى كل منهم على التاني. ومش بس كده، الطبيب راح حرر محضر ضد الفنان محمد فؤاد بالسب والقصف وكمان بالضرب في اسم الويلي. والله العظيم لازم اعرف انت مين. لازم اعرف. واضاف الدكتور محمد ضيائي رئيس جامعة عين شمس ان الجامعة مش هتفرط في حقها ابدا، واكد على نزاهة النيابة العامة وجاري التحقيق فيها. وقال كمان ان المطرب محمد فؤاد راح المستشفى وكان معاه مريض وكان عايز سرعة الكشف عليه بعد إخبار الطبيب بأنه يحتاج إلى قسطرة وكتابة الجواب المطلوب. حدث الفنان بشكل غير لائق مع الطبيب ونشبت بينهم مشادة، وأحالت مديرية الأمن المحضر للنيابة للتحقيق في الواقعة.